السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بحكاية جديدة مع ابن علان، وهذه الحكاية فيها كثير من الظلم والأسى وقع بسبب علة غياب إحدى النساء في بلدة من البلاد. كان هناك رجل وزوجته وأمه وأخته، وهذا الرجل شاب متزوج جديد له في عشق الزواج حوالي 3 أشهر. كان يعمل في ناطور محطة قطار، يعني يغيب أيام ويعود أيام إلى البيت. وبيوم من الأيام عاد إلى البيت فلم يجد زوجته أبدا. سأل أمه وأخته، قالوا له ما بنعرف، بعد ما رحت أنت فقدناها، ما وجدناها وآخذ أغراضها. هذا الشاب وقع بالحيرة، كانت تنتظره وتؤمن له كل شيء وكل ما يلزم، وهي قريبته أيضا. شغل بحاله وذهب إلى أهلها يسأل عنها، ما حد يعرف عنها شيء. حصلت قلقلة وبلبلة في تلك القرية، وبتعرفوا الناس بس يغيب الواحد ما بترحم. وبدأت الناس تقول أكيد خاطفة، أكيد راحت مع حدا، أكيد أكيد أكيد. الناس تذهب دائما إلى السوق ولا ترحم علة الغياب أبدا. عاد إلى أمه، عاد إلى بيته حزينا. قالوا للناس لا بد أنك تخبر الشرطة. بالفعل خبر الشرطة وبدأت التحقيقات، ولكن لا شيء ولا دلائل على أي شيء، ولم تغادر البلد إلى آخره. أيضا زادت ظنون الناس بربما أنها قد خطفت. هذا ما أشعته أمه، لأنه تقول أمه ربما كان لها علاقة، لأنها هي كانت تدرس في يعني مراحل ثانية بقريتهم، ما في مدرسة لربما تعلم وإلى آخره من كلام النساء. صارت أمه تطلب منه بين الحين والآخر أني بدي زوجك، هو يرفض. شافت نفسه من النساء وما عاد بده يتزوج، لأنه كان يحبها وهي قريبته. تأثر كثيرا على غيابها، ودارت الأيام تلو الأيام وهو يسأل، ولكن لا شيء واضح أبدا أبدا أبدا. وبعد حوالي 8 سنوات أو 9 سنوات تكون أخته في البرية وتضربها حية أمام أمها، وتموت هذه الصبية، وأمها ما تستطيع فعل شيء أبدا أبدا أبدا. دخل الحزن من جديد إلى هذا البيت. دفنت هذه الشابة، أمها دخلت في حالة مرض. هذا المرض ما نعرف له دواء، هو مرض في نفسها، هو نفض في ذوفها، ما كانت تعرف لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، وتخاف من كل شيء. فقدت فلذة كبدها أمامها بدون ما تستطيع تساوي أي شيء. بقي هذا الشاب وأمه، أمه المريضة اللي احتار فيها، وجاب لها شيوخ يقرأوا عليها، وجاب لها الطب العربي، وجاب لها الأطباء العادية، ولكن لا جدوى أبدا أبدا أبدا. بيوم من ذات الأيام تقول له يا ولدي بدي خالك ضروري، بدها أخوها، بدي خالك ضروري بحاجته بموضوع. راح خبر خاله وأجا خاله، قالت له يا أخوي أنا بحاجتك بسر. وقالوا لا ابن أخته خليني أنا وأختي لوحدنا. وطلع هذا الشاب، هذا الرجل اللي حار وما عرف وين راحت زوجته، واللي حزن على أخته حزن شديد بسبب وفاتها منذ أكثر من عام، وأمه المريضة اللي طرحت بالفراش منذ وفاة أخته وما عرف لعلتها دواء. قالت له يا أخوي بدي أحكي لك سر، خفت أحكي لابني وتكون ردة فعله صعبة علي، بس هذا السر خانقني وجو في نار، وأنا ما بعرف، بين يدي الله مصابحة وماسية، بدي إياهم يسامحوني. عليش يسامحوكي؟ قالت له والله يا أخوي ما أقول لك غير حنا ذبحنا فلانة، أنا وبنتي ذبحنا مرتبنا ورميناها بالبير المهجور بالمكان الفلاني، وحطينا فوقها تراب
والبير غميق، وكنا دائما ندور في المنطقة وما حدا لف تلك المنطقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش أسوي؟ قالت له جيب ابني خليني حكيه. طلع وجاب ابنها حتى يحكيه، وجد أخته قد فارقت الحياة. هذا الرجل وقع في حيرة أمام ابن أخته، يخبر ابن أخته ولا يدفن سر أخته اللي اندفن مع بنتها ومعها ومع مع مرته الرجل اللي دفنوها في البير. ثلاثتهم ماتوا. عند الله الموازين، وعند الله الحق. الظالم والمظلوم واقفين في الحساب. هذا الرجل كظمه وجهزوا أخته ودفنوها، ولكن ضميره ما سمح أن يخفي السر. وقالوا لابن أخته ما أقول لك غير اللي صار هيك وهذا اللي جرى. يا خال، قال له هذا اللي جرى. أضاف فوق الحزن أحزان، وبالفعل خبروا الشرطة وراحوا للبير، لقوا بقايا عظامها. طبعا بعد ما طالعوا كثير من التراب، لقوا بقايا عظامها ولقوا حاجاتها الشخصية ولقوا هويتها. طبعا ما حصل مؤلم جدا. هذا الرجل خسر قريبته زوجته، خسر أخته في لدغة أفعى، وخسر أمه في مرض مخيف. وتجدد الحزن عليه بأن خاله بعد 10 سنوات قال له أختي خبرتني لحظة وفاتها بأنها قتلت هي وأختك زوجتك ورموها في البير المهجور. طبعا لهذا الحقد الدفين أسباب. هي الأم كانت تريد ابن عمها، وابن عمها ما رفضها وما أخذها، تزوج واحدة غيرها. وهذه البنت اللي تكون أيضا هم أولاد عم ومنطقة واحدة، تكون ابنة تلك المرأة التي حقدت عليها ذلك العمر، ولكن ما استطاعت إلا أن تخلصت منها وارتكبت جريمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الكيد والحقد الدمار يؤدي إلى دمار النفوس ودمار المجتمعات. العبرة من هذه القصة لا شيء يدوم إلا وجه الله جل جلاله. والعبرة من هذه القصة لابد أن نسامح ولابد أن نتعايش، وكل ما حصل له نهاية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.